نسير في حياتنا وتمضي الأيام بنا إلى أجل مسمى، ومهما تفاجئنا الحياة بمطبات ومصاعب واختيارات صعبة، ولكن مهما كانت هذه الاختيارات فهي في ميزان واحد، فيجب علينا أن نحسن الاختيار الصحيح، فبنا أو بدوننا تسير الحياة ولا تتوقف، وفي النهاية يتحمل كل منا نتيجة اختياره. ما هذا؟ المال. ندع يركب معنا. فعلا بالمال أستطيع أن أفعل أي شيء، وأن أمتلك أي شيء أريده. هيا اركب معي. زوجتي، هيا اركبي معي، إن معي المال. أخيرا الأبناء، هيا اركبوا معي، كنت أنتظركم من زمن طويل. ما هذا؟ المنصب. بالمنصب أستطيع أن أفعل أي شيء، وأن أمتلك أي شيء أريده. هيا اركب معي. واستمر الوضع هكذا حتى اختار ما شاء من الدنيا. ما هذا؟ الدين؟ ليس هذا وقته. نحن نريد الدنيا ومتاعها. الدين سيحرمنا منها، وسنتعب في الالتزام بتعاليمه من حلال وحرام وصلاة وزكاة وصيام وحجاب ولكن من الممكن أن أرجع إليك بعد أن أستمتع بالدنيا وما فيها. السلام عليكم، ما الأمر؟ هنا انتهت الرحلة بالنسبة لك. انزل معي. هل معك الدين؟ لا، لقد تركت على بعد مسافة قليلة من هنا، فدعني أرجع وآتي به. إنك لن تستطيع فعل هذا، فالرحلة انتهت والرجوع مستحيل. ولكن معي في السيارة المال والسلطة والزوجة والأولاد والصحة. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وستترك كل هذا، وما كان ينفعك إلا الدين الذي تركته في الطريق. يا أخي، من أنت؟ أنا الموت الذي كنت غافلا عنه ولم تستعد له. فبنا أو بدوننا تسير الحياة ولا تتوقف، وفي النهاية يتحمل كل منا نتيجة اختياره. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون